بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خباياها. وأقدم لحضراتكم معلومات غير محضرة، يعني طريقة عشوائية عن بعض الاختلافات في البنكنوت المصري. أبدأها بما هو أمامي. 5 جنيه إحلال، كاف 400، توقيع دكتور فاروق العقدة. 5 جنيه دي فيها اختلاف الاتنين. 5 جنيه إحلال زي ما قلنا، كاف 400. الإحلال هنشرحه بعد كده ونقول ما هو الإحلال، أو الإحلال بإيجاز. يعني هو أثناء طباعة البنكنوت تحدث فيه بعض العيوب، مثلا كعيوب ظاهرة جدا في القص أو في الألوان أو في الطباعة، فتستبدل هذه الأوراق بأوراق مسريلة مسبقا بريفكس واحد كامل، يعني 400 500 100 كاف بس لوحدها بدون رقم بريفكس، يعني في الأول خالص. هي دي تقريبا تعريف الإحلال. أما هذه الورقة ففيها اختلاف في الأرقام المتقاربة والمتباعدة. نلاحظ هنا إن في كاف 400 رقم متقارب، وفي هنا كاف 400 رقم متباعد. هو ده الاختلاف اللي موجود في الورقة دي. احنا زي ما قلنا هنتكلم بطريقة يعني ايه عشوائية بعض الشيء، نوضح بعض الاختلافات اللي موجودة في البنكنوت المصري. محاضرة غير مرتبة. دي 50 جنيه، 50 جنيه 28، ودي 50 جنيه مشتركة في البريفكس، الاتنين برقم 28، ولكن الأولى توقيع محمود أبو العيون كما هو واضح من حضراتكم، والثانية توقيع إسماعيل حسن. حدثت في اللي هي 28 دي تغيرات كثيرة، واحنا بنقول ان ممكن يبقى المشترك مشترك مركب، ممكن يكون المشترك مشترك بسيط. 50 جنيه دي تقريبا المشتركات اللي فيها مشتركات مركبة، حيث اختلف فيها التوقيع واختلف فيها طريقة كتابة التاريخ. فكان الأول بيتكتب في إسماعيل حسن، كان بيتكتب بالرقم الكودي الظاهر أمام حضراتكم. الرقم الكودي ده قراءته بتكون إزاي؟ بيكون دون 18/11 سنة 99. هنسهب بعد كده في طريقة كتابة التاريخ في البنكنوت المصري، ولكن احنا بنتكلم النهاردة تقريبا على الاختلافات الموجودة. يبقى الأولى برقم تاريخ كودي، التانية رجعنا للرقم العادي اللي كنا بنكتبه قبل كده في البنكنوت المصري. يبقى الاختلاف في التوقيع وفي التاريخ. في الديزاين نفسه، حصل عليه بعض الاختلافات. الشكل تقريبا اتغير. الخيط الهولوجرامي ظهر في ورقة محمود أبو العيون، ما كانش موجود في ورقة إسماعيل حسن. طبعا زي ما هو واضح الخيط الهولوجرامي باين فوق اهون. الخيط المعدني أيضا اللي هي المدفون قصدي اتغير. فالخيط في إسماعيل حسن كان بالشكل دون كده، أما الخيط في المدفون في محمود أبو العيون كان كده. طبعا واضح الاختلاف بينهم وبين بعض. دي 50 جنيه
المشتركة 28. ورقة من الأوراق المهمة جدا في البنكنوت المصري المشترك. دي ورقة إحلال لام 600. احنا كنا بنقول على لام 400 ودي لام 600. فروق العقدة 10 جنيه الفهم. اختلافات أيضا في الأرقام المتقاربة والأرقام المتباعدة، وورقة إحلال في 3 اختلافات. الاختلاف الأول هو الرقم المتقارب والمتباعد. نجد إن هنا إحلال اللي فوق دي رقم متقارب واللي تحت رقم متباعد، وهما الاتنين بتوقيع فروق العقدة. 10 جنيه اللي هي الأولى دي زي ما احنا قلنا رقم متقارب ومتباعد. في اختلاف ثالث بينهم برضو، وهو اختلاف الخيط الهولوجرامي. الخيط الهولوجرامي بالورقة الثالثة، دول 3 ورقات هما دول. الفرق بين دي وبين دي اللي هي احنا قلنا الأرقام المتقاربة والمتباعدة. الفرق بين دي وبين دي الاتنين أرقام متباعدة، ولكن اختلف هنا الخيط الهولوجرامي من الشكل دون إلى الشكل دون. دي مكتوب عليها 10 جنيه بالإنجليزي والمصري. دي كانت مكتوب عليها حاجة تانية غير 10 جنيه. ممكن نجيب في عندي هنا متهيألي حاجة ممكن نجيبها نبص عليها على الخيط الهولوجرامي دي، ممكن توضح. هو قلم لاختبار اختبار العملة تزييفها من عدمه. اعتقد ان هي ممكن هي هتوضح الخيط الهولوجرامي، ولكن مش هتوضح الكتابة الموجودة عليه، بس هي عشان تبين الخيط الهولوجرامي اللي موجود على العملة. طبعا دون قلم لاختبار اختبار العملة وتزييفها وكذا، يعني حاجة كده بسيطة. دي الاختلاف في الخلاف في 10 جنيه اللي فيها 400. نشوف بعد كده ايه. نشوف بعد كده في 500 إحلال اهي بالطريقة اللي قدام حضراتكم دي. برضو احنا قلنا ايه مكتوب عليها 10 جنيهات اهي، باينة واضحة الخيط الهولوجرامي اللي في النص. 20 جنيه 20 جنيه ميم توقيع الدكتور فاول العودة. أيضا هي برضو ميم 400 أرقام متقاربة وأرقام متباعدة. ممكن 10 جنيه اللي فاتت دي نقول فيها ايه، احتمال تكون فيها اتغيرت برضو
العلامة المائية نرجع لها تاني، عشان أنا بصراحة ربنا بتكلم معاكم النهاردة مش محضر كلام معين أقوله، محاضرة معينة أقولها أو كذا. فهي يعني أيوة، يبقى لام 400 دي لام 400 الخيط المعدني اللي هو في النص دون، هيبقى فيهم اختلاف. احنا قلنا الاتنين لام 400، بس دي طبعا اختلف فيها العلامة المائية. طبعا واضح العلامة المائية هنا هي لام 400، العلامة المائية هنا ولام 400 أيضا العلامة المائية اختلفت. قلنا لام 500 هتبقى أيضا إحلال لفئة 10 جنيه الفئة. ميم دي أرقام متقاربة ومتباعدة، أيضا اختلفت فيها العلامة المائية، الاتنين بتاريخ واحد، ولكن اختلفت فيها العلامة المائية من الشكل ده للشكل الجديد اللي هو متداول دلوقتي معانا. يبقى دي العلامة القديمة ودي العلامة الجديدة، واضح طبعا. طبعا لام 500 لام 600 500 600 هي في برضو لام 600 لام 600 جنيه، لام 600 الدكتور فاول عودة، لام ده الجنيه، علامته المائية. موضوع المشتركات ده موضوع صعب جدا، ودراسته دراسة صعبة، علشان نقول في بعض المشتركات والاختلافات. هو محافظ البنك المركزي في الاختلاف وصل في البريفكس لكام وانتهى في البريفكس بكام. يعني دول مثلا لام 600 اهي احلال الدكتور فاول عودة. الأولى دي بعلامة مائية بالشكل ده، التانية بعلامة مائية بالشكل ده، الاتنين لام 600، الاتنين تاريخ واحد. طيب العلامة المائية القديمة احنا وصلنا فيها البريفكس كام؟ البريفكس السيريال وصلنا لسيريال كام؟ يعني دي مثلا 814,060. طب وصلنا لكام عشان نبدأ في العلامة المائية الجديدة في السيريال؟ ما هي دي يعني دراسة صعبة، عايزة نلم من كذا مكان عشان نعرف هو وصل في السيريال لكام في العلامة المائية القديمة، وابتدى بكام بالعلامة المائية الجديدة، على أساس الندرة أو الشحية، هو اللي يبقى أشح من التاني للعلامة المائية الجديدة أو العلامة المائية القديمة. وده الموضوع ده بده دراسة صعبة ومستفيضة، محدش يتكلم فيها، مش عارفين
تبعاتها واصلة لفين. احنا عارفين ان في مشترك، ولكن المشترك واصل لسيريال كام القديم والمشترك الجديد واصل لسيريال كام مش عارفين. دي 10 جنيه 241. ال10 جنيه 241 دي ورقة مهمة جدا، حيث تغيرت فيها العلامة المائية، جديدة وقديمة، هي طبعا واضحة. العلامة المائية تغير فيها الخيط الهولوجرامي، تغير فيها الخيط الهولوجرامي والعلامة المائية، وأكيد برضو الخيط المدفون اتغير فيها. نشوف الخيط المدفون هنا، أعتقد الخيط المدفون زي ما هو، ولا اتغير برضو. البنك المركزي المصري اللي تحت دي عليها البنك المركزي المصري، اللي فوق دي عليها ايه؟ عليها 10 جنيه. يبقى دي مكتوب عليها 10 جنيه، دي مكتوب عليها البنك في الجنيهات. عشرة جنيه أعتقد إن هي برضو متغير فيها الخيط المدفون. 10 جنيهات واضح متغير طبعا، بس طبعا أيوة مكتوب عليه إيه تحديدا أنا مش 10 جنيه برضو 10 جنيه ولكن متغير. المهم هو الخيط المعدني برضو تغير فيها 10 جنيه، وهنا 10 جنيهات مقلوبة بالشكل الواضح أمام حضراتكم دون، مرة مقلوب بالشكل ده، مرة مقلوب بالشكل ده. هنا كانت مكتوب 10 جنيه على طول من الأول للآخر. يبقى برضه الخيط فيها اتغير فيها الخيط المدفون. 50 قرش غين 400 اتغير فيها الخيط المدفون. اتغير فيها الخيط المدفون من الشكل طبعا الواضح أمام حضراتكم دون، إلى الشكل ده، وتغير برضه مكانه. هنا 50 قرش، هنا 50 قرش بطريقة مختلفة عن الطريقة دي، واضح طبعا. الاتنين برقم غين 400. ده هنا 4,703,7، وهنا 5,908,3 سبعات. في كمان 20 جنيه رقم 105، دي ورقة مهمة جدا في هذه الفئة. اتغيرت فيها طريقة كتابة البنكنوت من الطريقة الكودية اللي هي بالشكل ده 27/12/98،
تحت الاتنين تحت رقم 105. ودون اتغير فيها كتابة التاريخ إلى الشكل ده اللي هو 15/3/2001. يمكن احنا في هنا فترة طويلة بين 98 و2001، لأن في نهاية سنة الاقتراب من سنة 2001 طبعا حصل إشكال في كتابة التاريخ. كتابة التاريخ ما مش عارفين بقى ايه هيبقى 2001 هيبقى هنا كام رقم، هيبقى هنا 2 4 6 هيبقوا 7 أرقام. فرجعوا تاني لطريقة الكتابة التاريخ بالطريقة القديمة. هو بصراحة ربنا كان نهاية سنة 2000 كان فيه إشكالات كتير جدا جدا بالنسبة حتى للكمبيوتر وللترقيمات على مستوى العالم كله. طبعا فيه هنا خيط هولوجرامي في الورقة اللي هي 15/3/2001. خيط هولوجرامي في النص اهو باين خالص، ما كانش فيه في الورقة القديمة خيط هولوجرامي. اعتقد برضو ان الخيط المدفون اتغير من 105 بالشكل القديم. طبعا اتغير اهو اتغير بحاجة تانية يعني غير اللي كانت مكتوبة عليه. عايزين نبقى نوضح الموضوع دون في ده مكتوب عليه 20 جنيه مكررة هون، دون مكتوب عليه البنك المركزي المصري. يبقى اختلف الخيط الهولوجرامي في خيط، استجد الخيط الهولوجرامي في الورقة الجديدة اللي هي إسماعيل حسن محمد بتاريخ 15/3/2001. الورقة القديمة ما كانش فيها خيط هولوجرامي، اتغير فيها الخيط المدفون، اتغير فيها التاريخ، وهي ورقة مشتركة ورقة جميلة جدا جدا. وصل لكام انتهى كام 105 بالشكل القديم، الديزاين القديم في بالنسبة للتاريخ وللخيط المدفون. ده بدأ من كام؟ دي بدها دراسة برضو ميدانية محدش تطرق إليها لحد دلوقتي للأسف، وصعب إن احنا نعرف ده بدأ إمتى وده انتهى إمتى، لأن هو ورق صعب. دون مفتاح وقفل بتوع ال100 جنيه النون لذات التوقيع. آسف مش مفتاح وقفل، هو مفتاح وقفل في الديزاين نفسه، في برضه كتابة التاريخ كان بإسماعيل 2 نون 17 بتاريخ 17 و18. دي نهاية الشكل القديم نون 17 بالتاريخ اللي هو أمام حضراتكم اللي هو 8/10/97. ده 18 نون 18 بتاريخ 7/9/2001. طبعا الشكل متغير خالص اهون واضح، الالوان متغيرة، الديزاين نفسه اتغير.